تعمليها لو انت بنت ومسافره لوحدك. انا اسمي ايمان ودي فيديوهات سنه اولى سفر، والفيديو ده هقول لكم فيه لو انتوا بنات ومسافرين لوحدكم حاجات اوعوا تعملوها. الفيديو ده بقى هقول لكم فيه كل الحاجات والغلطات اللي ممكن نعملها كبنات مسافرين لوحدنا اول مره. ومش بس اول مره، انا بقالي سنين كتير قوي بسافر وحاجات ما ينفعش خالص اعملها. الموضوع بقى يا جماعه ملوش علاقه بالحريه وان احنا ما ينفعش نعمل او ان احنا لا لازم نكون قمه الشجاعه ونعمل حاجات كتير قوي وزينا زي الولاد. لا، في حاجات اوعي تعمليها لو انت بنت مسافره لوحدك. والكلام ده بقى لو انت مسافره اي بلد في العالم، مسافره اوروبا، اسيا، افريقيا، امريكا، او حتى دول عربيه. النصايح دي مش لبلد معينه، النصايح دي كبنت مسافره لوحدها، خصوصا لو انت لسه جديده في السفر او اول مره تسافري كبنت لوحدك. الحاجات دي مش بس ان انا كمصريه او احنا كبنات عرب ناخد بالنا منها، لا، انا قابلت بنات وستات من جميع جنسيات العالم وعرفت منهم ان هم بيعملوا نفس الحاجات اللي هقول لكم عليها دي. لو انت بنت ومسافره لوحدك ومسافره بلد جديده، مش هتقولي ان انت سنجل، انت مخطوبه، متجوزه، مرتبطه، بس انت مش سنجل. مسافره دوله اوروبيه، دوله اسيويه، امريكا، اي بلد، او حتى البلاد اللي لسه بالنسبه لك بلاد جديده، مش من حق حد انه يعرف انت مرتبطه او لا. اشخاص بتتعرفي عليهم في تور او في مركب او انتوا ماشيين في الشارع اتعرفتي على حد، مش من حقه ان هو يعرف انت مرتبطه او لا، ولا امان ليكي ان هو يعرف حاجه عن حياتك الشخصيه. انت ليكي عاداتك وتقاليدك وثقافتك، ورايحه بلد جديده ما تعرفيش لسه عاداتهم وتقاليدهم ايه. فبدل ما انت تكوني عايزه تتحكمي في تفكيرهم وعاداتهم وتقاليدهم، انت بتحافظي على امانك في السفريه، ودي اهم حاجه واولوياتك في السفر. والموضوع ملوش علاقه بانك بنت عربيه. انا عندي صحابي من بلاد كتير قوي بيلبسوا خاتم الجواز قبل ما يسافروا لوحدهم، وده عشان يضمنوا امانهم وعشان يركزوا كل رحلتهم ان هم يكونوا طول الوقت في امان. لان اولويتك انك تسافري لوحدك، انك تحافظي على نفسك، وانك تسافري السفريه وترجعي في امان، عشان كمان اهلك يسمحوا لك انك تسافري تاني لو انت لسه جديده في السفر، وعشان انت كمان تتعلمي او تاخدي خبرات السفر من غير ما تتعرضي لمواقف. المواقف دي تكون صعبه، لان انت لو تعرضتي لموقف صعب في موضوع الامان، او ان انت تعرضتي لموقف في بلد غريبه، ده ممكن يقفلك من السفر او تحسي ان انت مش عايزه تسافري تاني. تاني واهم حاجه لو انت بنت مسافره لوحدك لازم تعمليها، انك ما تقوليش لحد انك قاعده لوحدك. يعني انت بتنزلي بتتعرفي على ناس وبتقابلي ناس، ما تقوليش لحد ابدا انك قاعده لوحدك. ممكن تقولي ان انت معاكي اهلك، ممكن تقولي انك معاكي صحابك، بس اهم حاجه ما تقوليش لحد انك قاعده لوحدك. وده عشان تضمني امانك في السفريه. لو انت لسه في بدايه مشوارك في السفر، او انت مسافره بلد مش متصنفه بالبلاد الامنه للبنات. في بلاد معروفه ان هي بلاد امان للبنات، تقدري تمشي فيها لوحدك الصبح بالليل في اي مكان، ما حدش يقدر يعمل لك حاجه او تبقي حاسه بالخوف. في بلاد تانية عاديه، البلاد دي بتكون بلد عاديه كويسه تقدري تتبسطي وتتفسحي فيها، بس لازم تحافظي او تكوني دايما في امان فيها. فاهم حاجه انك ما تقوليش لحد انك لوحدك. ده اللي انا بعمله. انا بقالي سنين كتير بسافر وبسافر بلاد كتير لوحدي. انا على طول وطول الوقت انا مش قاعده لوحدي. لو اي حد سالني سؤال، الشخص ده حد اتعرفت عليه في مكان، او انا بعمل اي تور، او انا راكبه تاكسي والتاكسي ده بيبتدي يتكلم معايا فبيقول لي انت لوحدك او معاكي حد، انا دايما بيكون معايا جوزي، معايا اصحابي، معايا اهلي. وكمان ساعات بتكلم في التليفون وبعمل نفسي ان انا بكلم حد من اهلي وبقول لهم ان انا جايه في الطريق باللغه بتاعه البلد. فيا جماعه انا هحكي لكم موقف. انا وانا في تركيا اخر مره كنت واقفه بوقف تاكسي، وما كنتش لاقي اي تاكسي على الابلكيشن، فوقفت تاكسي عادي. اول ما ركبت التاكسي الراجل قعد يقول لي انت شكلك عربيه، شكلك مصريه. مصريه. ابتدى يتكلم معايا بشويه تركي وشويه انجلش، وابتدى يسالني هو انت العنوان اللي انت ساكنه فيه ده، هو انت نازله فين، هو انت قاعده في اوتيل ولا قاعده في بيت، هو انت مين قاعد معاكي. اول ما حد بيسالك انت مين قاعد معاكي، انت قاعده لوحدك ولا لا، ما تفكريش، انت دايما مش قاعده لوحدك. الموضوع ملوش علاقه بالشجاعه او ان انت لازم تقولي ان انت لوحدك. اول ما لقيت سواق التاكسي بيقول لي كده، لا، قلت له لا، ده انا متجوزه وجوزي مستنيني في البيت. واتكلمت في التليفون عن ان انا جايه في الطريق، وده ملوش علاقه باي حاجه، ليه علاقه بان انت لازم تكوني في امان. انت ممكن تكوني شخص كويس، واكيد حره في اختياراتك وحره في ارائك، و مفتخره بنفسك انك بتسافري لوحدك وتستكشفي نفسك، بس اهم حاجه ان انت تكوني في امان. وافتكري دايما ان امانك في السفريه مرتبط بيكي انت، مش بالبلد اللي انت فيها. هتروحي بلاد كتير وناويه تسافري كتير، فدايما خلي امانك اولويه في السفر. انك تبتدي تعرفي عن البلد اللي انت مسافراها كويس جدا، تعرفي البلد دي هي مناسبه اصلا انك تبتدي بيها رحلتك في السفر. اكيد لو اول مره تسافري لوحدك مش زي لما تسافري 3 4 5 مرات لوحدك. بس انا عايزه اقول لكم لحد دلوقتي وانا مسافره اي بلد، انا بعمل نفس الحاجات اللي انا بقولها لكم دي من اول سفريه ولحد الان. وتالت حاجه، ما تقوليش لاي حد عنوان البيت او الاوتيل اللي انت قاعده فيه.
دلوقتي انت خلاص وصلتي البلد ونازله تستكشفي البلد وتشوفي الاماكن والشوارع، مشيتي اتعرفتي على اي حد، اي حد حتى لو بنات يا جماعه، لو تعرفتي على بنت في شارع والبنت دي لسه من جنسيه تانية من بلد تانية او حتى من جنسيه البلد اللي انت فيها ولسه متعرفه عليها، سالتك انت ساكنه فين، انت ممكن تقولي اسم المنطقه، تقولي انا ساكنه في المنطقه الفلانيه او جنب محطه المترو الفلانيه او عند محطه المترو الفلانيه، لكن ما تقوليش ابدا عنوان بيتك لاي شخص تتعرفي عليه في اي مكان. انت ما تضمنيش لما انت تمشي من المكان ده الشخص ده ممكن يكون ماشي وراكي، حد يبقى وراكي، وده ملوش علاقه بان انت لا ما تسافريش ولا تتحركي من مكان لوحدك. دي حاجات المفروض تكوني بتعمليها حتى في بلدك، انك ما تعرفيش حد غريب مكان بيتك. فتخيلي لو انت مسافره بلد بقى تانية ولسه بتستكشفي البلد. مش عايزاكي بقى تاخدي الموضوع بشكل شخصي، ما تقوليش لا واشمعنى والولاد لو بيسافروا، لا يا جماعه الولاد بجد انا عندي صحابي بيسافروا وبجد بياخدوا نفس الاجراءات الاحترازيه دي، ان هم مش بيعرفوا حد غريب مكان سكنهم ومش بيبتدوا يتكلموا دايما ان هم لوحدهم. خلي بالك برضو ان انت ما بتمشيش بفلوس كتير كاش، ما بتاخديش معاكي حاجاتك كلها وانت مسافره، ما بتاخديش معاكي كل حاجاتك وانت ماشيه في الشوارع، عارفه انت بتتحركي بايه، حاطه فلوسك في اماكن مختلفه في الشنط بتاعتك عشان لو حصل حاجه. عشان كده بقى وانتي مقرره تسافري وبتبداي رحلتك في السفر بتقعدي تدرسي البلد كويس قوي. ودايما بنصح البنات اللي هي لسه بتبدا سفر ان هم يختاروا ديستنيشنز او يعني يختاروا مناطق هي امان للبنات. يعني في مناطق كتير، انا مثلا عمان دي كانت من البلاد اللي كانت امان جدا بالنسبه لي، بلد كنت بقدر اسيب فيها موبايلي وشنطتي في اي مكان واتحرك واطلع اعمل هايكنج وارجع والاقي شنطتي. وكمان الناس كانت بتحب تساعد جدا، غير ان هم ثقافتهم ثقافه عربيه، فانت ما بتبقيش حاسه في بدايه سفرك انك محتاجه تتعلمي حاجه جديده او تتقبلي حاجه جديده كبدايه سفر. وفي طبعا بلاد كتير قوي تقدري تحسي برضو بالامان فيها، بس انا دايما بكلمكم ان انتوا يعني يبقى عندكم خبره في السفر من اول سفريه، تاخدوا كل احتياطاتكم، ولو حصل حاجه بعد كل ده اكيد دي حاجه هتتعلموا منها. انا اتعرضت لمواقف كتير قوي في بدايه سفري رغم اني كنت باخد بالي كتير قوي، بس في حاجات كنت بنساها. دايما كنت ساعات بنسى الموبايل واقوم واحده بنت اتعرف عليها في مكان فاحس ان الله دي ممكن تبقى صاحبتي، انا هقول لها لا طب تعالي اقعدي معايا. وفي حاجات كتير قوي حصلت لناس كتير من صحابي مشاكل بسبب ده. انت بتسافري بلد غريبه، بتروحي تشوفي ناس ثقافه مختلفه، بلد مختلفه، تفكير مختلف، فاكيد الناس دي مهما كانت متشابهه معاكي في حاجات كتير بس انتوا لسه ما تعرفوش بعض انك تحكمي ان الشخص ده شبهك او الشخص ده ينفع تقولي له حاجه عن حياتك الشخصيه. عشان كده انا قررت ان انا اعمل الفيديو ده، ان انا اقول لكم فيه اهم الحاجات اللي لازم تحطوها في دماغكم كويس قوي قبل ما تسافري لوحدك. ودايما تبقي شايفه ان اولوياتك في سفرك لوحدك هي انك تسافري كويسه وترجعي كويسه، تتبسطي بكل حاجه بالسفريه بس تكوني في امان. دي اولويه كل بنت بتسافر لوحدها، او حتى لو انت مسافره معاكي جروب ان شاء الله بكره تسافري لوحدك، وحتى لو انت قررتي بقى تسافري وبعد كده تعملي جروبس وتسافري بيهم، بتبقى ايه اول اولويه عندك؟ ان انت يكون الناس دي في امان. فلازم تبداي بنفسك الاول وتاخدي بالك من امانك في السفريه. عايزه تتعرفي على حد في السفر فعلا ممكن تتعرفي بقى على القطط، تمشي تاكلي العصافير، لكن بالنسبه للبني ادمين تاخدي بالك كويس قوي انت بتقولي لهم ايه وبتعرفيهم عنك ايه. واكيد اول سفريه ليكي مش هتبقى زي تاني وتالت سفريه، بعد ما تسافري كذا مره هتبتدي تعرفي هو السؤال ده سؤال ثعباني ولا سؤال عادي، هو الشخص ده فعلا شخص انا اقدر ابتدي اتكلم عن نفسي معاه ولا لا. بس دايما خدي حذرك من الناس، زي مثلا لما باجي اقول لكم البلد دي لازم تشيلوا فيها شنطه ويست باج، او لازم ان انتوا ما تمشوش فيها بكاش او تمشوا فيها بكاش، لازم اول حاجه انكم تاخدوا بالكم من التعامل مع الناس، عشان احنا كبنات بنكون عاطفيين جدا في كل الحياه، فاكيد هنبقى عاطفيين في السفر. ممكن تقابلي واحده تقعد تحكي لك قصه كبيره ان هي بتحاول تسافر بس هي ظروفها مش عارف مين جوزها، القصص دي كلها فجأة بتلاقي نفسك في قصة البنت دي تبتدي بقى تطلب منك، فانت تحسي ان انت ارتبطتي بالبنت عاطفيا فتبتدي تقولي لها اوكي او ماشي، او كل ده تكون عايزة تعرف رقم الكريدت كارد بتاعك، عايزة تعرف انت ساكنة فين. الشخص دي بقى ممكن يكون ليها ناس متفقة مع ناس وجاية تسحب عليكي عشان يحصل لك مشكلة. رابع واهم حاجة بقى ان انت لازم تعرفي اهلك او صحابك القريبين اللي على طول بتتواصلوا مع بعض كل يوم كل جدولك اليومي. يعني انت نازله النهارده هتروحي في المكان الفلاني وهتعملي كذا وكذا، لازم يكون في شخص بره البلد دي عنده تحركاتك، ويكونوا دايما عارفين انت رايحه فين وجايه منين هتقعدي فين،
ودايما لو في رقم أو للمكان اللي انت رايحاه او لوكيشن، ابعتي اللوكيشن ده اول باول. دي اهم حاجه لازم تعمليها وانت مسافره لوحدك. انا دايما لما كنت بسافر مكان وبيكون عندي يوم بطلع فيه هايكنج او هعمل كامبينج واحتمال ان انا ما يكونش معايا نتورك، كنت اول حاجه بعملها الصبح ان انا كنت ببعت لاختي او لمامتي او لاقرب حد من صحابي اللي هم طول الوقت بنتكلم المكان اللي انا هكون فيه. لو في شخص طالع معايا جايد طالع معايا المكان ده، ببعت رقم الشخص ده واسمه، ولو ليه اكونت على الانستجرام ببعته، وببعت اللوكيشن اللي اكون قاعده فيه للشخص ده. ده عشان تبقي دايما عارفه وحاسه كده بالامان ان في شخص عارف انت فين وبتعملي ايه، وان كيس لا قدر الله حصل اي حاجه انت عارفه ان في شخص في الوقت على تواصل معاكي. اول ما يلاقيكي مش موجوده او غبتي هو عارف كل حاجه عنك، فهيقدر بابسط حاجه انه يوصل لك او يوصل للاشخاص اللي موجودين معاكي. لما بتخرجي من بلدك تبتدي ما تتعامليش مع الناس على انك في بلدك. عادي انك تقفي تسلمي على اي حد او تقولي لاي حد اي معلومات عنك. لا، انت لسه مسافره بلد جديده ولسه بتستكشفي نفسك، وعشان تستكشفي نفسك ما تحاوليش تعملي حاجه تبوظ لك السفريه من اول يوم. تخيلي انك رحتي اتعرفتي على شخص او ابتديتي تقولي لحد معلومات شخصيه عنك او او وقفتي تدفعي في اي مكان مع شخص والشخص ده عرف بيانات الكارد بتاعتك وعمل لك اي محاوله هاك في اول يوم ليكي، في اول سفريه ليكي. تخيلي معايا انت هتعملي ايه؟ انت هتبقي عايزه ترجعي من السفريه دي وما تخطيش بره باب بيتكم تاني، او هتقعدي فتره كبيره حاسه انك مش قادره تتقبلي الحوار. يعني مثلا وانا بصور لكم الفيديو دلوقتي وقاعده في دبي، انا قاعده بقالي فتره هنا وعايشه هنا، لقيت رقم بيكلمني والرقم ده بيقول لي ان هو بيكلمني من البنك. ولما ابتديت اتكلم معاه شويه واقول له طب انا ممكن اعدي على البنك واساله على التفاصيل ده، قال لي لا الحاجات دي مش متاحه الا في التليفون، وقفل التليفون بسرعه. ودي كانت هتبقى محاوله هاك، وتخيلوا ان ده بيحصل في اي مكان في العالم. فلك ان تتخيلي بقى لو انت بنت مسافره لوحدك في مكان، لك ان تتخيلي لو انت مسافره لوحدك في مكان ولسه ما عندكيش خبره كفايه انك تتعاملي مع المواقف دي. فدايما ما تبصيش للموضوع ان لا ازاي والولاد بتسافر الولاد بتعمل كده يا جماعه. الولاد ما بتقولش، والولاد ما بتتعرفش على ناس جديده من اول لحظه ويجيبهم يقعدوا معاهم في البيت، والولاد ما بتقولش هي ساكنين فين. برضو الولاد بيعملوا نفس الكلام ده. وزي ما قلت لك انت دايما بتسافري بلد بثقافه مختلفه، فانت مش مطلوب منك او متاح ليكي ان انت تغيري ثقافه الشعب اللي انت رايحه له. لو انت رحتي اتعرفتي على ناس في تور او ركبتوا كروز او اتمشيتوا في جروب والشخص ده سالك انت سنجل او لا، او انت قلتي له مثلا انا سنجل، ممكن يكون الشخص ده بطبيعه ثقافته ممكن يفهم ان انت لما تقولي سنجل ان انت شخص عندك استعداد انك ترتبطي، او ان انت كده بتحاولي تفهميه ان انت عايزه ترتبطي. فده ممكن يفتح ليكي بقى ممكن ده يفتح ليكي قصه انت بجد مش عايزه تسافري عشانها او مش عايزه تضيعي وقتك عشانها. عشان كده انت في السفر بتتأقلمي على البلد اللي انت فيها وعلى ثقافة البلد اللي انت فيها، مع انك تحافظي على عاداتك وتقاليدك. فانت كشخصية مش عايزة تضيعي وقتك وعايزة تتبسطي وعايزة تستمتعي وعايزة تستكشفي وعايزة تتبسطي في البلد، حطي دايما الخطوات دي قدامك. زي ما قلت لك وهقول لك تاني، ما تاخديش الموضوع بشكل شخصي. انت مسافرة عشان تتبسطي، فهعمل كل الحاجات اللي تخليني مبسوطة. واظن يا جماعه انتوا شايفين ان احنا حتى الناس اللي عارفينهم بطلنا نثق فيهم بسهوله، وبطلنا نثق اصلا. فليه عايزه تسافري بلد غريبه وتثقي في الناس؟ طبعا مش محتاجه اقول لك انك لازم يكون دايما موبايلك مشحون ومعاكي سيم كارد او شريحه من البلد، ان دايما موبايلك يكون شغال ومعاكي انترنت. دي حاجه ما ينفعش تستغني عنها في سفريتك لوحدك. ليه بقى بقول لكم ان انتوا لازم تقولوا المعلومات عن السفريه لاهلكم واصحابكم او تبلغوا جدولكم للناس؟ تخيلوا ان انتوا طلعتوا كامب او رحتوا مثلا عملتوا هايكنج وحصل لكم اي حاجه في المكان، حصل لكم اصابه، اي ظروف، موبايلكم فصل شحن، اي حاجه موبايلكم وقع وانتوا بتعملوا هايكنج بعد الشر او اي حاجه، انتوا لو مش مبلغين حد برقم الشخص اللي معاكم ده هيكون في صعوبه ان اهلكم يقدروا يوصلوا لكم. بس لو في حد عنده الجدول بتاعكم وعنده ارقام الناس المحيطه بيكم او الناس اللي هتكون معاكم، سهل جدا ان هم يتصلوا بيهم لو حصل لكم اي حاجه. وطبعا كل ما بتكونوا قاريين عن البلد كويس، عارفين البلد دي تمشوا فيها بكاش او لا، البلد دي تمشوا فيها اكتر تمشوا فيها بكريدت كارد، تمشوا ميعاد. مثلا لو بتقروا عن البلد بتلاقوا ان احسن حاجه ان انتوا زي مثلا في كيب تاون المفروض ان انت ما تمشيش في الشارع لوحدك بعد الساعه 5 او 6. هو نظام البلد كده، ما تجيش انت بقى تقولي لا انا عايزه انزل واستكشف البلد، هتتخطفي.
ما فيش هزار. دايما اقري عن البلد كويس واعرفي عنها كويس، واعرفي ان كل سفريه بتسافريها بتزود لك في خبرتك وبتزود لك ثقتك بنفسك. بس لو انت اتعرضتي لمواقف كتير نتيجه ان انت كنت بتستسهلي او بتثقي زياده، او كنت مش واخده بالك من الحاجات دي قبل ما تسافري، دي حاجه ممكن تسبب لك مشاكل في السفر، تخليكي مش عايزه تسافري تاني او شايفه ان السفر ده مش امان. يا جماعه البنات تقدر تسافر وتلف العالم وتسافر بامان وتتبسط. انا سافرت بلاد الحمد لله كتير جدا، وسافرت لوحدي واتبسطت جدا وتعلمت حاجات كتير قوي، وكل الحاجات الحلوه اتعلمتها في حياتي اتعلمتها من السفر. بس على قد ما انا اتعلمت حاجات كتير قوي، على قد ما دايما لحد الان وهيفضل طول الوقت اولويتي في السفر ان انا اكون في امان. لو نزلت بلد وحسيت ان البلد دي مش امان بالليل، انا ما بنزلش بالليل، بصحى بدري واتبسط بدري. طب لو نزلت وحسيت ان البلد دي ما ينفعش ان انت تمشي فيها بكاش كتير، بعمل كده، بقسم فلوسي على كذا شنطه. باخد دايما صوره لكل اوراقي معايا، وبحط مثلا اوراقي، لو الامن ان انت تحطي اوراقك في الشنطه بتاعتك وتحطيها في لوكر ماشي، لو الامان في البلد دي انك تخلي حاجتك معاكي ماشي. بلد زي اليابان، البلد دي امان جدا للبنات، مش محتاجين تعملوا فيها اي حاجه غير الحاجات او الاحتياطات الاساسيه. لكن هي بلد امان، تقدري تسيبي موبايلك، تمشي بكاش، تسيبي باسبورك، كل حاجه امان. في بلاد تانية احنا عارفين كويس ان هي بلاد حلوه وجميله جدا، بس برضه هي مش امان قوي، فلازم ناخد احتياطاتنا كويس. في الفيديوهات بقى بتاعت سنه اولى سفر انا قررت ان انا اعلمكم كل حاجه عن السفر انا خدتها في ال 12 سنه، من اول سفريه ليكم تسافروا بكل الخبره دي. طبعا كل الحاجات اللي انا بكلمكم عنها والنصايح اللي انا بديها لكم دي خدتها بعد مواقف وكوارث كتير حصلت لي في السفر. فلو عايزين تعرفوا بقى كل الحاجات اللي حصلت لي اكتبوا لي في الكومنتس، وكمان قولوا لي عايزين الفيديو الجاي يكون فيديو ايه. انا لسه بفكر ازاي تقنعي اهلك او ازاي تحوشي للسفريه.